معلش كده يعني دخول مفاجئ، استحملني وهعلق على حاجة من أقصى التالتة يمين خالص، يعني محدش يتكلم فيها ولا حد واخد باله منها. هي المشكلة كلها معايا يعني بعيد عن كل التفاصيل اللي في الموضوع والكلام الكتير أوي اللي ممكن يتقال. المشكلة معايا إن احنا منتظرين الدعم من مين؟ منتظرين المشاركة من مين؟ من لعيبة كورة؟ من ممثلين وفنانين؟ من مغنيين؟ من ناس في الموضوع ده عموما في الليلة دي. فانت مدرك انت مستني التأثير او بقى اكتر ناس مؤثرة عندك هم مين؟ في مشكلة تانية انت مش واخد بالك منها والله، بعيد عن الوضع اللي بيحصل ده خالص. انت مستني ان دول اللي يقولوا كلمة، بغض النظر عن الاشخاص، احنا بنحترم الاشخاص كلهم، بس هو ربنا خلى الناس يعني درجات، وخلاهم كل واحد فضلنا بعضكم على بعض بالعلم بالتقوى بحاجات كتيرة قوي. بس يعني هو دول قدرهم ايه؟ لعيب كورة بيجري ورا كورة، مغني، ممثل، مش حد يعني فاد البشرية، مش حد عمل حاجة عظيمة يعني. فهم دول الفئة ان احنا مستنيين منهم الدعم. في كارثة اكبر حضرتك من كل ده، او هي دي اصلا سبب الكارثة، ان انت فئة الممثلين ولعيبة الكورة وهم دول بقوا اكبر مؤثرين في امتك وفي وطنك، اللي كلمتهم بتحرك ومستني منهم الدعم. قيس على كده دول مؤثرين في مين ودعمهم بيجي عبارة عن ايه. هتفهم الوكسة اللي احنا فيها سببها ايه. هل لما لقينا مثلا داعية ولا حد مثقف ولا دكتور كبير او مفكر او حد كده عمل حاجة ذو قيمة؟ لا، ده المؤثرين لعيبة كورة وفنانين وممثلين ومش عارف حاجات عبيطة كده، دول اعظم المؤثرين بالارقام واللي جايبين ملايين الفيوز. فانت قبل ما تبكي على حد او تنادي على مشكلتنا وحالنا وكل الكلام ده، شوف مين المؤثرين ومين اللي هم يعتبروا الصفوة عندهم. طبعا مش عندي انا شخصيا على الاقل. شوف مين وتعرف مين اللي بيمثل الامة دي، مين اللي بيمثل المجتمع ده على الاقل، بعيدا بقى عن مسلم مسيحي بتنجاني. لا، احنا مشكلتنا اكبر من كده بكتير، ولا مشكلة اديان ولا مشكلة فخر الامة ولا مشكلة الكلام ده. احنا مشكلتنا في ان بقوا دول اللي بيمثلوا الامة وكلماتهم بيجري وراها ملايين ومؤثرة. مشكلتنا ان دول بقوا المؤثرين. ومرة تانية مع احترامي للاشخاص، الكلام ما فيهوش اي هجوم على اشخاص، شخصيا يمكن الناس دي احسن مني مليون مرة عند ربنا او بينهم وبين نفسهم، وبيعملوا خير احسن مني مليون مرة. بس دول كيانهم في الحياة ايه؟ لعيب كورة، ممثل، مغني. مش كيانهم حاجة عظيمة فادت البشرية. استفدت ايه لما سمعت اغنية للمطرب فلان؟ استفدت ايه لما اتفرجت على ماتش؟ لكن معلش انا شخصيا احسن منه. انت بتتفرج على الفيديو بتفهم مني حاجة في الكمبيوتر بتعرف تعملها، راجل مهندس. تتفرج على فيديو الواحد يا عم والله ده الطباخ افيد، الطباخ هيعلمك طبخة تعملها تاكل وتأكل الناس. الدكتور هيعلمك وصفة طبية او هيعالج لك حاجة مشكلة كانت عندك. لما باختصار وبمنتهى البساطة المؤثرين بتوعنا واكبر ناس عندهم متابعين واكبر ناس كلمتهم ممكن توصل والناس ماشية وراهم، نحن غراب عك ومغيبين زي الزومبي، لما دول ما يبقوش الناس دي، هتعرف ان حال المجتمع والامة كله هيتصلح بالتبعية. لكن احنا كده عشان دول المؤثرين. ورب يكون كلامه وصل. ولو شايفه ملوش لازمة ولا اي حاجة، فعايز اقولك انت صح، هو فعلا ملوش لازمة. وبعتذر لك ان انت ضيعت دقيقتين من وقتك. سيبك من العبث ده، روح اتفرج لك على احسن هدف في الدوري البتنجاني او اسمع اغنية روق دماغك. يلا، مع السلامة.